وانت مع العميل ما ينفعش تبقى محدود بكم المكتبه اللي موجوده عندك، بس انت لازم تبقى بتعرف تشتغل بنفسك في كل حاجه. كل فيديو نزلته حتى الان عباره عن اجابه عن سؤال من اتنين. الاول هو انا بعمل ايه وبعمله ازاي، تاني حاجه هو انا لما كنت في الكليه كنت محتاج اعرف ايه عن المجال بتاعي. والسؤالين دول عشان اقدر احط الاجابه بتاعتهم في قالب واضح وواقعي، فانا دايما اي شغل بيجيني ببدا استخلص منه اجابات عن اسئله كانت عندي واسئله انا بالفعل بطرحها حاليا عن المجال بتاعي، وببدا اعملها في صيغه فيديو. وعلشان دايما يبقى في نظره واضحه للشغل اللي احنا بنعمله بالذات، لان هو دايما بيتقال على الاركتكتشر ان هي دارك ارت، انت مش بتبقى عارف المجال ده عباره عن ايه. وده بحكم ان انت كعميل لما بتشتغل ما بتشتغلش معايا مره واثنين وثلاثه، اللي بيعمل بيته بيعمل بيت مره واحده وما بيعملش تاني، فحتى التجربه العامه مع المجال ده ضعيفه شويه، ان مش كل الناس بيتاح ليهم او بيبقى عندهم الامكانيه ان هم يخصصوا معماري او حد متخصص يعمل لهم البيت بتاعهم. فانا عشان شغلي يبقى واضح بالنسبه للشخص اللي هو بيبقى بيجرب الشغل معاك او الطريقه اللي انت بتشتغل بيها لاول مره تبقى الطريقه واضحه قدامه، فانا بخلي الشغل بتاعي كانه تايم لاين قدامي وقدام العميل. فكل فيديو نزل حتى الان هو عباره عن سناب شات كده من جزء من التايم لاين، لحد ما مع الوقت التايم لاين ده يبقى كامل في درجه من الشفافيه والوضوح بالنسبه لحد مثلا في الكليه لسه عايز يعرف الشغل بيتعامل ازاي، او بالنسبه للعميل عايز يشتغل مع معماري وعايز الاول يشوف الشغل معاه بيبقى عامل ازاي. والتايم لاين ده انت لانك بتشتغل لوحدك فانت كانك بالظبط بتعمل شغل 6 اشخاص. يعني لو عايزين تعرفوا ازاي ان انا بنظم وقتي ما بين الكلام ده كله، في فيديو عملته مخصوص عن الموضوع ده. في الفيديو ده الحاجه اللي انا عايز اعمل عليها هايلايت وهي جزء الفيجواليزيشنز في الشغل بتاعي، او بند الاظهار المعماري في الشغل. بالنسبه لي شغل ال 2 دي كله وشغل اللي هو الكونستراكشن دوكيومنتس كله بيخلص من خلال برنامجين، الكاد والريفت. اجزاء بحتاج فيها البرنامج ده واجزاء اخرى بحتاج فيها البرنامج ده. اما بالنسبه لجزء 3 دي والموديلنج هو برنامج يعني ذا وان اند اونلي السكتش اب طبعا بالنسبه لي هو اللي بيوصلني للحاجه اللي انا عايزها بالمجهود المطلوب على قد الخطوه دي. السكتش اب الموديلنج فيه سهل جدا وبسيط خالص، انت في اقل وقت ممكن تقدر تتعلم البرنامج ده بشكل كويس جدا. في جزء الفيجواليزيشنز انت بتحتاج كم اعدادات رهيبه، بالاخص لو انت عايز توصل لصور واقعيه. وانا في الجزء ده بشتغل على 3 برامج، الفي راي وعلى الانسكيب وعلى اللوميون. بالنسبه لي الفي راي في الهايبر رياليستيك انتيريور ديزاين، لما ببقى عايز اعمل حاجه تصميم داخلي والصوره واقعيه جدا، او بمعنى صح في الفاينل بوست برودكشن. في النص مثلا اثناء ما انا ببقى مع العميل وبوريه الشغل والحاجات بتتحرك ازاي، بشتغل على برنامج الانسكيب. لكن في الشغل الخارجي بستخدم اكتر برنامج اللوميون، لان بالنسبه لي احسن برنامج في الاكستيريور فيجواليزيشنز هو اللوميون. هنبدا مع اول حاجه انت بتحتاجها في برامج ال 3 دي وهي الخامات. ده موديلنج انا عامله في السكتش اب علشان خاطر يعني لما اجي اعمل ماتيريال ستادي بس يبقى الموضوع واضح. مصادر الاضاءه 3 مصادر الاضاءه، والاوبجكت اللي بعمل عليه ابلاي للخامه بتاعتي. علشان تقدر تعمل خامه واقعيه في اي برنامج لازم تفهم الخامه في الواقع عباره عن ايه. الخامات في الواقع مش طبقه واحده بس، مش معدن بس، مش خشب بس، هي عباره عن اكتر من طبقه. الطبقات دي عباره عن ايه؟ طبقه الخامه نفسها، بعدين طبقه اللون، وبعدين طبقه اللي هي بنقول عليها الفينش، اللي هي مثلا مش الفينش بمسمى الحاجه النهائيه او الشكل النهائي، مسمى السكراتشز، الدست اللي بيبقى موجود على السطح من بره. فكل طبقه من دول بالنسبه للبرنامج هي صوره منفصله. طبعا زي ما هنشوف ان فيه نوع من الخامات اسمه البي بي ار ماتيريالز، دي خامه انت بتحملها عباره عن مجموعه من الطبقات. فخلينا مثلا نروح لجزء الخامات على طول. ده الفيري اسيت اديتور. وخلينا اقول لكم ان انا هنا مش بشرح البرنامج او البرامج اللي انا هتكلم عنها دي، مش هشرحها بالتفصيل، على الاقل مش في الفيديو ده. فانت مثلا لما بتفتح الفيري وتعمل كرييت لماتيريال جديده، مثلا دي جينيريك ماتيريالز، فبيبقى عباره عن فيها لايرز. اللايرز دي اللي هي الديفيوز والريفليكشن والريفراكشن، كل دياتي عباره عن لايرز، او كل واحده من دول انت بتحط فيها صوره معينه عشان توصل في الاخر لدرجه واقعيه في الخامه بتاعتك. انا مش موضوع النهارده ان انا هشرح البرنامج بالتفصيل، انا بس جاي اقول لك يعني تسهل على نفسك ازاي جزء استخدام الخامات مثلا في الموضوع ده. كل نسخ الفيري الحديثه جايه مع حاجه اسمها كياس كوسموس براوزر. المتصفح الداخلي ده بتاع الفيري بيبقى فيه كتير جدا من الموديلنجز ومن الاسيتس اللي انت ممكن تستخدمها في المشروع بتاعك، وكلها يعني اعلى جوده ممكنه سواء في الخامات او سواء في الموديلنج نفسه بتاعها. في العادي مثلا احنا عارفين ان انت ممكن مثلا بلوك من هنا تنزله عندك في البرنامج وتغير الخامه بتاعته. بغير زي مثلا الخامات بتاعت موديلنج زي ده، ان انا عندي الاسيت هنا مثلا بعمل ميرج، بعدين بتبدا تظهر ليا اللايرز او الخامات المختلفه اللي موجوده في البلوك ده. فانا مثلا لو عايز اغير خامه معينه من الخامات اللي موجوده عليه بالفعل، بدوس على السهم ده وبختار من الخامات دي هي نفس الخامات
اللي موجوده عندي هنا هواتي. بس دي حاجه اعتقد ممكن يبقى اغلبكم عارفها بالفعل، لكن الحاجه اللي انا جاي اقولها لكم هي ان الخامات دي لما بتبقى مترندره بتترندر اللي هي رندر ريدي، اللي هي الخامه جاهزه على طول على الرندر، مش محتاجه ان تعمل فيها اي تعديل، الا طبعا اذا كنت عايز تعمل تعديل على اللون وبتاع عشان تناسب التصميم بتاعك. الخامه اللي موجوده هنا اللي هي الفابريك انا عجباني جدا الخامه دي، فانا مثلا بدوس على الخامه نفسها بشوف اسمها ايه هنا، وادي اسمها موجود معايا هنا. دي الخامه اللي عندي على الكرسي مثلا، فبعمل لها دبليكيت وبسمي الخامه مثلا ايا كان الاسم بتاعها، وبعدين باجي اعمل امبورت للخامه اللي انا سيفتها دي علشان استخدمها في مشروع تاني مثلا. فادي الخامه اول ما بتيجي عندي اهي، select apply to selection، فبتلاقيها على طول اتطبقت عندك في الموديلنج بتاعك. بعدين بتلاقي الخامه اللي هي بجوده عاليه جدا من الكيس كوزموس براوزر انت طبقتها في المشروع بتاعك باقل مجهود وفي اقل وقت ممكن. وبعدين طبعا تقدر تغير اللون بتاعها براحتك، تقدر تغير اي اعدادات فيها. فدي مثلا يعني من وجهه نظري من تجربتي مع الفيري، اصعب حاجه بتبقى موجوده على الفيري هي ان انت تظبط الخامات بتاعتها علشان تظهر بشكل واقعي. انت بالطريقه دي تقريبا مش محتاج ان انت تظبط اي خامات، كل الخامات بقت موجوده عندك، كم خامات رهيب. انت كل حاجه من دول وكل اسيتس من دول فيها خامه واثنين وثلاثه، ومش دايما نفس الخامه تقدر تستعملها لنفس الحاجه. يعني انت مثلا في هنا حاجه زي البراد ده مثلا، الخامه اللي عليه تقريبا كده بشكل ما تشبه السيراميك، ودي بالفعل انا استخدمتها في مشروع عندي، اخدت نفس الخامه وحطيتها في المشروع حتى بنفس اللون كمان، لان العميل كان عايز نفس اللون. دي مع تجربتي يعني دي اكتر حاجه صعبه، اكتر حاجه بتاخد وقت معايا في برنامج الفيري، ان انت تظبط الخامات. الاضاءات في الفيري بتبقى كويسه بالفعل، الشادوز وكل الكلام ده كله بالفعل بيبقى متظبط بشكل كويس. انت ما عليك الا ان انت تظبط الخامات وتاخد اللقطه بتاعتك، وبتطلع بالفعل في احيانا كتيره كويسه جدا. انسكيب بالنسبه للماتيريالز بتاعته، ان انت تعدل ماتيريال وتعمل ماتيريال جديده سهله جدا في البرنامج ده. الموضوع مش محتاج اي وقت ولا اي مجهود، من اول بس ما هتبدا تجرب هتلاقي نفسك وانت لسه بتجرب بتعمل حاجات كويسه اصلا. لكن الانسكيب الجزء اللي هو داون وورد بتاعته شويه هو جزء الشادوز وجزء الاضاءات. دايما الاضاءات او الشادوز بتاعته اللي بتطلع على طول من البرنامج بتبقى ضعيفه شويه، مش قد كده. الريفلكشنز والريفراكشنز مش كويسين، يعني الحاجتين دول برضو في البرنامج ده لسه مش قد كده. احنا هنا مثلا جوه برنامج الانسكيب انت بالفعل يعني دي التظبيطات اللي هي النهائيه. فانت مثلا في الانسكيب علشان تقدر توصل المشروع بتاعك للدرجه دي من الواقعيه مش بتحصل بشكل سهل زي ما بتحصل مثلا في الفي راي. انت فعليا بتحتاجه علشان توصل الصور بتاعتك او المنتج البصري بتاعك لدرجه عاليه شويه من الواقعيه. في الجزء بتاع الاضاءات في اكتر من طريقه ان انت بتظبط بها الاضاءات بتاعتك. الطريقه اللي انا ظبطتها مثلا مش هتبان في الانسكيب، هتبان في السكتش اب اكتر. فانت مثلا هنا انت عندك مصادر الاضاءه الاساسيه هي السبوتين الاضاءه اللي موجودين عندك في السقف، تمام، وبتعمل عليهم السبوت لايت والاي اس وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. انا كده عندي الاضاءه في الفراغ متظبطه كويس، لكن علشان اخلي الصور بتاعتي الدرجه بتاعت الواقعيه بتاعتها كويسه انا محتاج شادوز تكون واقعيه. الشادوز الواقعيه مش هتحصل الا لما يكون عندك مصادر اضاءه ثانيه غير اللي موجوده بالفعل. والطريقه بتاعته سهله جدا ان انت تعمل ازاي ريكتانجل لايت. الحاجه اللي انا عايز اقولها لك ان انت ما تخليش كل الريكتانجل لايتس بتاعتك او ايا كانت سيركل ايا كانت كلها من نفس اللون اللي هو الابيض بس. اللون الطبيعي فيه اكتر من درجه لون، فانت بتحاول تحاكي الواقع، فحاول تحاكيه بالمنظر ده. بالنسبه لي ده معناه ان انا كل جزء مثلا بعمل فيها اجزاء من الاضاءات على حسب المود او على حسب الوقت اللي انا بصور فيه. فانا مثلا عشان باخد اللقطه بتاعتي هنا في وقت النهار فانا اغلب الاضاءات عندي اورنج واصفر. لو باخد اللقطات بتاعتي دي في وقت الصبح مثلا في الفجر اغلب الدرجات بتبقى الازرق بالدرجات بتاعته. ولو انا باخد اللقطات بتاعتي في وقت المغرب اغلب اللقطات هتبقى الاورنج بالدرجات بتاعته. والاضاءات دي مش ببقى مثبتها هنا علشان ده مصدر الاضاءه بتاعي في المكان، لا طبعا هو ببقى مثبتها علشان الشادوز اكتر ما عشان الاضاءه. بالنسبه مثلا لجزء الميه اللي موجوده في البانيو، انت الميه نفسها مش بتعمل ريفلكشنز على الاسطح اللي جنبها في برنامج الانسكيب، لكن في الواقع بتعمل كده. فانت بتحاكي حاجه زي كده بسبوتات لايت باضاءات مختلفه والوان مختلفه علشان في الاخر تقدر تحصل على نتيجه بشكل ما واقعيه. بالنسبه لمصادر الاضاءه الخارجيه عندي وهي الشمس، انت مثلا الشمس عندك الشادوز بتاعتها بتبقى حاده جدا او بتبقى شديده جدا على الاضاءه الداخليه. فانت عشان تحاكي حاجه زي كده فانا بعمل مثلا زي هنا، بعمل هنا مثلا اسبوتات اضاءه بخليها يعني وايد على اوسع نطاق
ممكن اللي هو 90 درجه، وده علشان الاضاءه اللي تبقى داخله لي من بره جوه الفراغ ابقى انا اللي متحكم فيها، وحتى الشادوز بتاعتها اللي بتعملها بتبقى انا اللي متحكم فيها. فانت مثلا بالطريقه دي بتشوف البرنامج نقطه الضعف بتاعته ايه، وبتستخدم انت مهاراتك في البرنامج نفسه علشان تقدر تغطي نقطه الضعف بتاعته وتقدر تستخدمه بشكل احسن. الانسكيب اللي خلاني اتوجه ليه يعني بشكل اكبر ان هو ما بياخدش وقت كبير في الرندر. يعني انا برندر مثلا صوره الترا اتش دي ما بياخدش مثلا 10 ثواني، ما فيش 10 ثواني بياخدهم، على عكس مثلا الفيري. انا لو عايز اصور نفس اللقطه بنفس الجوده واقل من الحجم كمان بتاخد معايا ممكن 5 ساعات 4 ساعات. لو صوره علت فيها اي جزء مثلا في النويز او حاجه ممكن تاخد 6 ساعات الصوره الواحده. فالموضوع كان بيحرق وقت كتير جدا مني من غير داعي يعني من وجهه نظري. فبرنامج الانسكيب لما بحتاجه مثلا في اجزاء زي دي وعايز اطلع شغل بشكل كويس وسريع بعمل فيه بالطريقه دي. اما برنامج اللوميون فهو يعني يوزر فيس فريندلي، انت من اول ما بتفتح البرنامج انت بالفعل بتعرف تشتغل عليه. البرنامج الخامات بتاعته واضح جدا استخداماتها ايه، والافكتات فيه جاهزه، انت بتاخد افكت بتوقعه عندك سواء رياليستيك او غيره، بس لما بتبقى عايز مود معين في الصوره بتبدا تغير في الحاجات دي. لكن الصوره اللي بتطلع منه كويسه جدا بس مش للداخلي، هو للخارجي اكتر. السؤال هنا هل انا في كل صوره وفي كل مشروع بعمل نفس اللي انا بعمله ده في البرنامجين؟ بصراحه لا طبعا. البرامج بالنسبه لي مهما كانت ما هي الا اداه. انت مش مثلا بتروح الانترفيو بتاعتك وبتقول لهم انا بعرف اكتب كويس بالقلم، ما انا عارف انت بتعرف تكتب كويس بالقلم، امال جايين ليه؟ فالبرامج ما هي الا اداه زيها زي الورقه والقلم. انت كمهندس ما ينفعش تحصر نفسك بس في جزء البرامج، وسامحوني وانا بقول كده، بس وانت مع العميل ما ينفعش تبقى محدود بكم المكتبه اللي موجوده عندك بس. انت لازم تبقى بتعرف تشتغل بنفسك في كل حاجه، حتى الخامات. انت بتجيب خامات من بره في الفيديو وبتشتغل عليها، لكن لازم تبقى بتعرف تخلق خامه من جوه جديده. وكده كده في الشركات الكبيره او المعروفه بند اصلا البرامج ده كله ما بيتعملش من قبل مهندسين، بيتعمل من قبل درافتس مان او مثلا 3 دي ارتست. ده لان في الشركات الكبيره دي بيستثمروا وقتك كمهندس ومجهودك في ان انت تحل مشاكل في المشروع، تساعد في ان المشروع يطلع خطوه لقدام في اتجاه كويس، مش ان انت بس تشتغل على جزء فيجواليزيشنز او جزء درافت او جزء 3 دي ايا كان. بمعنى اصح يعني صارح نفسك بالحاجه اللي انت تعملها علشان تعرف لو ده الاتجاه اللي انت عايز تمشي فيه فتكمل فيه بشكل صح، لو ده اتجاه غلط غير اللي انت عايز تمشي فيه فتقدر تغير في اتجاه احسن. فالفكره اللي انا عايز اوصلها هي ان انت تشتغل على ان انت تنمي مهاراتك، تنمي امكانياتك، ولما تتعلم برنامج اتعلمه للاسباب الصح. بمعنى انت مثلا لما تتعلم الريفت علشان هو اسهل من الاوتوكاد في ان هو يطلع رسومات، مجرد ما انت رسمت البلان بيطلع لك القطاعات، بيطلع لك الواجهات، بيطلع لك كل حاجه تانية. ده مش السبب الصح، لان لنفس السبب ان هو برنامج سهل هتسيبه وهتروح لغيره. الامكانيه اللي موجوده في البرنامج ده اللي مش موجوده غير في البرنامج ده بس. الاوتوكاد والريفت الاثنين من نفس الشركه، فالشركات اكيد مش هتطلع منتج يعارض بعضه. هي الفكره ان ده بيستخدم في حاجات معينه وده بيستخدم في حاجات. فانا بالنسبه لي زي برامج ال2 دي هي 3 دي، هي الفيجواليزيشنز، هي برامج التايم مانجمنت، هي برامج المونتاج، كلها ادوات معاك علشان تقدر تساعدك تطلع شغلك مش اكتر. والفيديو ده مش منطلق ان انا وصلت لحاجه معينه وجاي اقول لك هي انا وصلت للحاجه دي، لا. الفيديو ده انا في طريق وبقول لك الطريقه دي انا بمشي ازاي مش اكتر. يعني احنا لسه مع بعض في نفس الخطوه. اتمنى الفيديو يكون قدم وجهه نظر واضحه ومختلفه في اتجاه احسن.